السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين قناة أفي سيريان. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحب بداية الفيديو بحب بارك للمنتخب الفلسطيني على فوزه على المنتخب السوري. إذا منتخبنا الوطني يستمر في تحطيم الأرقام القياسية مع المدرب فجر إبراهيم، ويخسر من منتخب فلسطين 4-3، ويقدم أسوأ مشاركة له في بطولة غرب آسيا، ويحتل المركز الأخير في المجموعة. خلينا نحكي شوي شو حصل بالمباراة في الشوط الثاني الأول والشوط الثاني. لعب منتخبنا في تشكيلة 4-2-3-1 مع تغيير بسيط بدخول أحمد أشقر بدل فراس الخطيب. و... وأداء المرمور والدوني والسلامي أداء هجومي بحت. كان عندنا نقطة ضعف من الناحية اليسار، اللي كانت أغلب هجمات المنتخب الفلسطيني من ناحية عبد الله الشامي وعمرو جنيات. بأول ربع ساعة من الشوط الأول كانت مباراة جيدة لمنتخبنا، تمريرات سريعة، أداء هجومي تكتيكي عالي، ضغط على الخصم في نصف ملعبه، اللي أنتج منها تسجيل منتخبنا الوطني هدف في الدقيقة 3 للاعب خالد المبيض من هجمة متقنة. بعدها شفنا عك كروي من الطرفين. في الدقيقة الأخيرة سجل منتخب فلسطين هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من خطأ من الحارس العالمي. يعني فينا نقول الشوط الأول كان أداء مقبول من الطرفين. المنتخب السوري كان يحضر للهجم بشكل بطيء، ولكن المنتخب الفلسطيني كان يعتمد على اللعب المباشر. بعد الهدف ما شفنا مبادرات هجومية للمنتخب السوري، بعكس منتخب فلسطين اللي كان يعتمد على اللعب المباشر. وبالشوط الثاني اللي بنسميه شوط المدربين، طبعا المنتخب السوري بيلعب بدون مدرب. كان المنتخب الفلسطيني يلعب بشكل جيد، أداء عالي وتمرير الكرة بشكل صحيح. سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء، وبعدها بدقيقة سجل الهدف الثالث من خطأ من لاعبنا عبد الله الشامي، خطأ دفاعي قاتل. وبعدها دخل الكابتن فراس الخطيب، اللي بعتقد هو النقطة المضيئة في منتخبنا، سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء. وبالدقيقة 72 سجل مردكيان هدف الثالث من عرضية من الكابتن فراس الخطيب. بعد نزول الخطيب شفنا تحسن في الأداء المنتخب في الوسط والهجوم، وتغير شكل المنتخب نوعا ما. هدف رابع للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 89، واللي انتهت المباراة بفوز منتخب فلسطين على منتخب سوريا 4-3. وبالنهاية بحب أقول هالكلمتين: المدرب فجر إبراهيم لن يقدم استقالته، لأن متعود على الإقالة، ما بيحب يعترف بالأخطاء نهائيا. التغيير ضروري للمنتخب السوري. المنتخب السوري بحاجة إلى صدمة، مثل الصدمة اللي شفناها بنهائيات آسيا قبل مباراة استراليا، اللي حصل فيها تغيير المدرب الألماني وتعيين فجر إبراهيم، وكيف شفنا تغير للأداء مع المنتخب السوري ضد المنتخب الاسترالي. وبنهاية الفيديو بحب أقولكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دعمكم ومحبتكم مستمر، والسلام عليكم.